اهلا يا برج الجوزاء. تعالوا يلا نشوف مشاعر الحبيب او الشريك تجاهك في الوقت الحالي. يلا بينا برج الجوزاء، يلا بينا. بص يا برج الجوزاء، هو واضح ان الشريك ده ممكن يكون اتفق عليك مع حد من اهله، مع حد من صحابه، بس كان في اتفاق. يعني الدنيا ما كانتش حلوه ما بينكم، كان في مشاكل، كان في نكد كتير. ممكن يكون كانوا اصحابه بيقووه او ان هو يعمل معاك حاجه، او اهله او كده. ف كان في ناس اتفقت عليك. تمام. آم، هو بس ده بسبب مش حاجة وحشة، بس بسبب ان هو كان الظاهر ان كان في مشاكل ما بينكم ونكد كتير في العلاقة، وده عمل فتور جامد في العلاقة ما بينكم. وده كانت اكتر حاجة بتبعده، اكتر حاجة بتضايقه. هو انت محتاج بس تكون خفيف شوية كده يا برج الجوزاء، ومتقفش على كل حاجة في العلاقة، او يبقى في نكد كتير او مشاكل كتير. بس هي دي كانت اكتر حاجة. كان يعني دايما زي ما يكون قاعد كده وبيتفق مع صحابه او مع اهله، انا اعمل ايه عشان اتغوص. بس انا متهيالي هم صحابه او شركاء معاه في العمل او كده، بس قريبين منه قوي عشان اعرف اسيطر على القصة دي. آم، تمام. بس فانتوا بقى بينكوا كارما مش حلوة، بينكوا كارما اللي هي كارما انا اعمل فيك حاجة فانت تيجي تعمل فيا حاجة، وانا اعمل فيك حاجة فانت تيجي تعمل فيا حاجة، فبقيتوا بتلفوا في نفس الدايرة، او مشاكلكوا كلها منحصرة في نفس الدايرة. بتبتدي بنفس الطريقة، بتنتهي بنفس الطريقة، بتتصالحوا بنفس الطريقة، وهكذا تقعدوا تلفوا. انتوا النمط اللي انتوا ماشيين اصلا عليه عامل لكم مشاكل. تمام. آم، هو واضح ان انت قاعد حزين يا برج الجوزاء، وقاعد مستنيه. وهو في نفس الوقت برضو قاعد باصص لمستقبله وبس، وقاعد مركز فيه، وبرضو حزين من المشاكل اللي بتحصل. انتوا مشكلتكم ان انتوا الاتنين مسيطرين، عايزين تسيطروا على بعض، عايزين كل واحد يتحكم في التاني. بصوا، في العلاقات عموما يا برج الجوزاء احنا ما اشتريناش بعض. مفيش حاجة اسمها ان انا اسيطر على الشريك او اسيطر على الحبيب بتاعي ان هو ينفذ اللي انا عايزاه. انا محتاج ان انا اقابله في نص الطريق، ولا طريقته ولا طريقتي، احنا نتقابل في النص بس. واضح ان الشريك عنده مشاكل كتير مادية وديون وكده، متخليه دايما مهتم بالديون، ومهتم بالحاجات المفروض يدفعها والاقساط وي وي الكلام ده. وان هو مش، وبيحسسك دايما ان هو مش مهتم بالعلاقة، بس هو بيحبك. وواضح ان ده اصلا سبب المشاكل، ان هو مش مهتم بيك، وان هو مركز في شغله اكتر، وفي حياته وفي شراكاته. في طاقة تانية للناس اللي عندهم طرف تالت، وهم عارفين ان في طرف تالت. بقى طرف تالت الشغل، طرف تالت حد تاني، بس هو حد تاني يعني شخص تاني. ممكن يكون انتوا الاتنين عارفة، حد مثلا بلوند وحد اسمر، حد ابيض حد اسمر، حد رفيع، حد مختلفين في حاجات. يعني انتوا مش الاتنين مش شكل بعض، بس انتوا فيكوا حاجة سمة واحدة ما بينكوا هي اللي مشتركة. ممكن تحكم، ممكن سيطرة، ممكن ان انتوا قوية مش فارق لكم، او بتحسسوا اللي قدامكم بكده. على كل يعني هو يعني واضح ان الشريك دلوقتي لوحده وقاعد ومركز في مستقبله وبس وفي حياته، وبيقول لك هو انا مش عارف انا هقدر اعوضك عن اللي فات ولا ايه. بس هو متأكد انه هيتغير عشانك، وعايزك ان انت تقدر ان هو بيبقى عنده مشاكل كتير في الشغل، عنده ديون، عنده حاجات هو مش بيفكر غير في الحاجات اللي عليه. فدي عامله له هموم وعامله له ضغط جامد. ف فتقدر الحته دي، هي قصه ان هو مش مهتم بيك. هو آه هو عنده حاجات كتير قوي شغاله باله، بس مش اكتر. ضغط الحياه عموما. للناس اللي عندهم أطراف تالتة، أو للناس عموما اللي في مشاكل ما بينهم قوية، بيقولك pay attention to the red flag. احنا عايزين نعرف ايه هو الريد فلاج بقى. تعالوا نشوف ايه هو الريد فلاج.
ممكن يكون في حد فيكم متسلط وبخيل، حد فيكم متسلط سليط اللسان وبخيل في العطاء بتاعه، بيحب دايما ما يقولش كل حاجة، محتفظ بكل حاجة، وفي بخل، في أنانية. فدي ريد فلاج في العلاقة للناس اللي علاقتهم فيها أنانية وفيها بخل، فيها حدة في الكلام، فيها تسلط، في كلام مش حلو بيتقال، فده ريد فلاج، خلي بالكم منه. بس في الطاقة الأعم يعني ان هو عايز يعوضك وعايز يرجع لك، وهو حزين من غيرك وقاعد عمال يراقب ويبص عليك، وان هو عايز يرسم العلاقة دي او ينقلها لمستوى اعلى. الناس اللي هم مثلا مخطوبين يتجوزوا، متجوزين علاقتهم تتعمق اكتر ويفهموا بعض اكتر ويبقوا احسن. للناس اللي هم مش مخطوبين اصلا اللي هو علاقة عاطفية بس ان هم يتخطبوا. بس اهم حاجة تاخد بالك من العلامات الحمراء دي موجودة عشان تنبهك، دي اهم حاجه ليك، وانت هتبقى عارفها يا برج الجوزاء، وتعرف تقعد توزن بقى كده بدماغك انت تكمل ولا ما تكملش. بس لوي قصه حياتكم ايه، و... وهل القرايه ماشيه معاكم؟ باي باي.